السلام عليكم. قضية عقارية شائكة تفجرت مؤخرا بمدينة طنجة بعدما وضعت شركة عقارية مملوكة ليهودي دعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية لإفراغ ساكنة أكبر الأحياء الشعبية بالمدينة، ويتعلق الأمر بحي بنكيران حومة الشوك. وصباح اليوم الأربعاء نظم السكان وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية تزامنا مع استدعاء أصحاب المنازل المهددة بالزوال بعد الدعوى القضائية التي رفعتها الشركة المسماة شرف إيموبيلي المملوكة لرجل يهودي مقيم في إسبانيا، والتي تدعي في مقالها الاستعجالي أن القطعة الأرضية البالغ مساحتها 14 هكتار والتي أقيمت عليها منازل السكان في ملكيتها. وتقول الساكنة التي تبلغ حوالي 800 أسرة وتمثل نسبة 90% من ساكنة حي حومة الشوك أنهم يقطنون بمنازل لمدة تزيد عن 70 سنة، وبين ليلة وضحاها تظهر شركة عقارية مملوكة لرجل يهودي يطالب بطردهم بشكل استعجالي من مساكنهم بحجة أن هذه الأرض كانت ملكا لوالده. وعبرت الساكنة عن غضبها خلال وقفات احتجاجية وسط الحي الشعبي المكتظ بالسكان، مؤكدة أنهم يتوفرون على جميع الوثائق التي تثبت ملكيتهم لهذه المنازل المهددة بالزوال. وحددت ابتدائية طنجة اليوم الأربعاء 25 أكتوبر موعدا لأولى جلسات قضية احتلال الوعاء العقاري الموجود على مساحة 14 هكتارا في حي بنكيران. وحسب المقال الاستعجالي المرفوع لرئيس المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، فإن الشركة التي تحمل اسم شرف إيموبيلي تدعي أنها المالكة للرسم العقاري جي 28 وتبلغ مساحته 14 هكتار 46 سنتيار مكونة من أرض عارية بناء على شهادة الملكية. وطبقا للمصدر ذاته فإن الشركة المذكورة وبعد تفقد العقار تفاجأت باحتلاله من دون أي سند قانوني ليقوم محاميها برفع دعوى استعجالية في الموضوع، ولكون المدعى عليهم لا تربطهم بالشركة المعنية أي عقود كراء أو شراء، طالب محامي الشركة بطردهم بشكل استعجالي. مصادر قالت أن قضية أرض اليهودي التي تفجرت بطنجة لا تهم المساكن فقط، بل هناك من أقام مشاريع على الأرض الموجودة حاليا رهن النزاع، بما فيها محلات تجارية ومقاهي. ونقلت مصادر محلية أن القضية يمكن أن تفجر مفاجآت في المستقبل، خاصة وأن قطاع العقار بطنجة يسيطر عليه سياسيون ومنتخبون ورجال أعمال نافذون.